اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. اللي اتقال في مسلسل لا ترد ولا تستبدل ما كانش مشهد معمول علشان يخوف الناس ولا جملة درامية. الجملة دي مع الاسف دكاترة كتير بتقولها كل يوم، ان الكلى بتاعتك تعبانة بقالها سنين بس انت اللي اكتشفت دلوقتي. اللي يخوف اكتر ان الجملة دي مش بتتقال لحد مثلا كان ملازم السرير او حتى حد كان باين عليه المرض، لكن بتتقال لناس بتشتغل بتضحك بتتحرك وممكن تشتكي بس من تعب عادي خالص. وده بالظبط اللي بيخلي الفشل الكلوي مخيف، مش لانه مرض وحش او نادر، بالعكس هو مرض شائع، ولكن المشكلة بتاعته انه مرض صامت. خليني اشرح لكم الموضوع ده ببساطة. اعتبر كده ان الكلى دي عضو مهذب جدا، ما بيصرخش، ما بيديش علامات، ما بيوجعش، حتى انه مش بيعمل لك ازمة تخليك تقف فجأة وتقول ايه ده انا تعبان، لكن الضرر فيها بيحصل ببطء شديد جوه وحدات صغيرة قوي اسمها وحدات الترشيح. علشان كده لما تيجي تبص معايا على الأعراض تلاقي في حاجات كتير الناس بتعديها، سواء مثلا كان تعب غير مفهوم أو صداع أو أنيميا، أو في ناس مثلا بتعاني من ورم بسيط بين الرجلين، أو ممكن ضغط بيعلى سنة بسنة، أو حتى إن النفس بيكون أقصر شوية. ولا عرض فيهم وحده يخوف، لكن لما كلهم يتحطوا جنب بعض يبقى كده الصورة تبدأ تتضح لينا. طيب ركزوا معايا كويس قوي في النقطة دي، ازاي الكلى توصل لكده من غير ما نحس؟ وهنا بقى لازم نتكلم بصراحة عن سبب مشهور ومنتشر جدا جدا، وسبب ناس كتير مش بتحب تسمعه لانه بيرتبط بعادة يومية بنعملها تقريبا كل يوم، وهي المسكنات وتناول المسكنات. خليني اكون واضحة معاكم، انا مش ضد المسكنات ولا بقول انها سم، بالعكس المسكن ده حاجة مهمة، وكمان في حالات كتير بيكون فعلا ضروري. فالمشكلة بتاعتي مش في القرص، المشكلة ان المسكن يتحول لاسلوب حياة. على سبيل المثال واحدة بتاخد مسكن كل ما بتجيلها الدورة الشهرية او البريد، او واحد بياخد مسكن علشان الظهر بتاعه او حتى علشان الشغل، او حد مثلا بيعاني من صداع متكرر فتلاقي دايما في قرص في جيبه. وعلى فكرة الناس دي مش بتاخده كل يوم ولا بجرعات عالية، لكن الفكرة ان انا بعتمد على المسكن باستمرار لسنين على طول، وفي اللحظة دي الجسم بتاعك ممكن يتحمل، لكن مع الاسف الكلى لا. طيب من فضلكم ركزوا معايا في النقطة دي، الكلى علشان تشتغل صح لازم يدخل لها دم كفاية طول الوقت. الدم ده هو اللي بيغذي وحدات الترشيح الصغيرة. الجسم بقى أصلا عنده مواد طبيعية الوظيفة بتاعتها إنها تبدأ توسع الأوعية الدموية جوه الكلى علشان الدم يوصل بسهولة ومن غير أي ضغط. فالمشكلة الرئيسية بتاعتي إن المسكنات لما بتتاخد على مدار فترة طويلة بتقلل تكوين المواد دي، وعلشان كده بيحصل إن الأوعية جوه الكلى بتبدأ تضيق والدم اللي داخل الكلى بيقل، وعلشان كده لما الدم بيبدأ يقل الضغط جوه وحدات الترشيح بيعلى. وهي اصلا من اسمها هي وحدات دقيقة جدا مش معمولة عشان تستحمل ضغط عالي، فتبدأ الوحدات دي تتعب وتضعف وتبدأ تموت واحدة ورا التانية. والمشكلة ان الوحدة اللي بتموت في الكلى ما بترجعش وما بتتعوضش، وده مرض معروف اسمه انالجيسيك نيوروباثي، يعني تلف الكلى الناتج عن استخدام المسكنات المزمنة. اللي بيزود بقى المشكلة ان اصلا المسكن مش بيبقى وحده، بيبقى معاه بشكل كبير جدا قلة شرب مية، وفي ناس تاخد المسكن مع القهوة. طيب هل الحل اننا نمنع المسكن خالص؟ لا، لكن الفكرة انا هستخدم المسكن ازاي. يعني لو حضرتك محتاج مسكن حاول تاخد اقل جرعة، وحاول تاخد قرص واحد، وما يتاخدش على معدة فاضية، وما يتخلطش بمسكن تاني. وكمان لما تيجي تاخد المسكن لازم تشرب معاه كمية كافية جدا من المية. الاهم من كل ده ان لو الألم بيرجع تاني باستمرار، لا ده كده يعتبر سبب ومحتاج تشخيص علشان نعالج المشكلة من جذورها. نقطة تانية مهمة جدا وهي المية. المية اعتبرها انقاذ حقيقي للكلى، بس اهم حاجة استخدمها بطريقة صح. يعني الكلى ما تحبش عطش طويل وبعدين تشرب فجأة، لا انت علشان تحافظ على صحة الكلى بتاعتك يبقى ازازة المية جنبك كل ساعة ساعتين، اشرب بقين، اشرب كوباية، المهم المية باستمرار تبقى داخلة جسمك. ولو جسمك واخد كفايته من المية هيكون لون البول عندك اللون الفاتح، ده يعتبر بالنسبة لي ابسط مؤشر ان الكلى مرتاح. نقطة مهمة جدا جدا وهي نقطة القهوة. لازم تفهم ان القهوة من مدرات البول، يعني القهوة بتسحب مية، فالمفروض حضرتك انك كل ما تشرب فنجان قهوة لازم تشرب بعده على الاقل كوباية او 2 من المية. وطبعا
ابدا ما تخلطش القهوه مع المسكن لان ده هيكون خطر جدا. من النقط اللي ناس كتير مش بتاخد بالها منها وهي نقطه الملح. الملح من الحاجات اللي بتضغط بشكل كبير جدا على الفلاتر بتاعه الكلى، فحاول يا اما تقلل الملح يا اما تستبدل الملح في الاكلات بتاعتك مثلا بتوابل علشان تغنيك عن الملح نفسه، او تضيف مثلا ليمون. واخر نقطه قبل ما اقفل الجزئيه دي، الناس اللي بتعتمد على دايت عالي البروتين، لو حضرتك استمريت في الدايت ده من غير ما تتابع الكلى بتاعتك فانت كده بتجهد الكلى بشكل كبير جدا، خصوصا لو انت اصلا بتشرب ميه بشكل قليل. طيب ندخل بقى في نقطه مهمه جدا وهو سؤال الناس دايما بتساله، ناكل ايه ونشرب ايه علشان نريح الكلى وما نكهدهاش؟ خليني اقول لكم على اشهر واهم الاطعمه والمشروبات اللي فعلا بتساعد على انها تريح الكلى وبتخلي الكلى بتاعتك تبدا تشتغل بهدوء. اول حاجه الخضروات مهمه جدا جدا، زي الكوسه، الخيار، الجزر، الخس. الخضار الخفيف خليه الاساس بتاع يومك، على الاقل من 2 ل3 كوبايات متوزعه على اليوم كله، سواء انك هتعمله في شكل السوتيه البسيط الجميل او انك هتعمله في شكل سلطه، ولكن زي ما قلنا هنقلل الملح. طيب ليه بركز على الخضروات؟ اول حاجه ان املاحها اصلا قليله. تاني حاجه اللي يهمني قوي انها سهله الترشيح ومش بتضغط كمان على الكلى. تاني نقطه ناس كتير بتتلخبط فيها وهي الفاكهه. الفاكهه ايوه مهمه بس باعتدال، يعني من افضل الحاجات اللي بفضلها والامنه التفاح او الكمثرى او الفراوله، سواء انك هتاخدها ثمره واحده او انك تاخد كوبايه صغيره من الفاكهه دي بس تكون متقطعه. طيب ليه بالذات الفواكه دي؟ لان السكر فيها معتدل وبرده مش هيضغط على الكلى. ثالث حاجه الناس من كتر الخوف بيمنعوها نهائي وهي النشويات. النشويات اللي يفرق لي فيها الكميه بتاعتها اللي حضرتك بتدخلها في اليوم بتاعك، يعني ممكن حضرتك تاخد من نص كوب لكوب رز مطبوخ ابيض، او حتى ثمره بطاطس مسلوقه متوسطه، دي نشويات ممكن نستخدمها ومش هتتعب الكلى. نقطه مهمه جدا جدا واهم نقطه وهي البروتين. طيب علشان ما تنساش الكميه بتاعت البروتين كل يوم تبقى قد كفه ايدك، يعني سواء قطعه فراخ او سمك او حتى لحمه. طيب في بدايل ممتازه للفراخ واللحمه والسمك، زي مثلا لو اخدت بيضه او 2 في اليوم، او علبه زبادي وخاصه الزبادي اليوناني، او حتى لو اخدت قطعه من الجبنه القريش. ومن المصادر النباتيه انك ممكن كمان تاخد كوب عدس او حتى كوب فول. نيجي بقى لنقطه المشروبات بالكميات الصح. في مشروبات ممكن ناخد منها كوبايه واحده في اليوم، بس اختار حاجه من الحاجات اللي هقولها لك، سواء كان كركديه من غير سكر او نعناع او بابونج او حتى شعير مغلي. اولا المشروبات دي بتهدي جدا من الكلى وما بتضغطش عليها وكمان ما فيهاش املاح عاليه. طيب نيجي لنقطه القهوه والشاي، هما مش ممنوعين بس الكميه بتاعتهم على مدار اليوم من كوبايه لكوبايتين، يعني اما تاخد كوبايتين شاي او كوبايتين قهوه او كوبايه شاي وكوبايه قهوه، مش هنزيد عن كده. والقاعده الذهبيه من النهارده ما تنساش تطبقها، كل فنجان قهوه بعده كوبايه ميه على طول. طيب ايه المشروبات اللي عايزاك تقللها قوي؟ المشروبات الغازيه، مشروبات الطاقه، العصاير اللي هي بيبقى فيها سكر عالي، وكمان مشروبات الدايت، لانها من اكتر الحاجات اللي بتلخبط الاملاح وبتجهد الكلى حتى لو كنت حاسس انك تمام. اخر جزء في الحلقه في تحاليل بسيطه قوي ممكن حضرتك تبدا تعملها علشان تطمن على الكلى بتاعتك، ومع الاسف ناس كتير مش بتعملها غير متاخر قوي. عندك من التحاليل المهمه جدا تحليل الكرياتينين، او حتى تحليل بول، او حساب الGFR. دي تحاليل سهله بس بجد بتكشف القصه بدري قوي وبتكشف لا قدر الله لو في اي مشكله في الكلى. في النهايه احب اقول لكم ان قصه المسلسل ما كانتش ابدا تخويف، لكن كانت تذكير مهم جدا ان في اعضاء في جسمنا ما بتنبهش، وان ابسط قرص بتبلعه باستخفاف ممكن يكون مع الوقت اخطر عاده بتعملها بشكل يومي. ولو الحلقه دي وصلت لك فده تنبيه بدري، واتمنى انك من النهارده تراجع عاداتك وتشارك الحلقه دي مع اي حد تعرفه انه بياخد مسكن وبيبلبع المسكن عمال على بطال. بتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقه النهارده وقدرت اقدم لكم حلقه مفيده. وفي النهايه فانا بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن. اشوفكم بكل خير الحلقه الجايه ان شاء الله.